6 صباحا بتوقيت جرينتش والدهب فتح عند 4001، نفس تقريبا سعر الإغلاق بتاع يوم الجمعة. يعني احنا امبارح والنهارده فتحنا عند نفس النقطة 4001 4002. النهارده أعلى نقطة جبناها 4005 وأقل نقطة جبناها 3972. تعالى كده أقول لك على كام درس حصلوا في آخر 15 يوم. يوم الاثنين 20 أكتوبر وصلنا ل 4381 ودي كانت أعلى قمة تاريخية جابها الذهب، وكان سبب الصعود من 3350 ل 4381 يعني تقريبا $1000 هم حاجتين: الحرب التجارية وتوقعات خفض مسار الفايدة، وعليه طلع الذهب ال $1030 دول. تعالى بقى بعد كده من يوم 21 أكتوبر السببين دول بدأوا يتكسروا واحدة واحدة. يوم 21 اكتوبر ترامب اعلن ان في اجتماع وشيك بينه وبين الرئيس الصيني فيما يخص المفاوضات التجاريه ونزلنا اول $300. ادي السبب الاولاني اللي ادى الى الصعود. رقم 2، جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللي عقده الفيدرالي بعد خبر الفايده يوم 29 اكتوبر قال ان احتمالات خفض الفايده في شهر ديسمبر 2025 في الاجتماع الاخير للفيدرالي في السنه مش مؤكده بنسبه 100%. فالسبب الثاني هو اللي ادى لصعود الذهب هو كمان اتكسر. رقم 3، تعالى بقى فيما يخص الحرب التجارية والرسوم الجمركية. في أكتر من 40 شركة ومسؤول تجارة أمريكي رفعوا قضية ضد ترامب بأن هو أساء استخدام الرسوم الجمركية، وبناء عليه المحكمة التجارية حددت جلسة يوم الأربعاء 5 نوفمبر اسمها جلسة استدعاء ترامب فيها عشان يقول أقواله ودوافعه في استخدام الرسوم الجمركية. وترامب اعلن من شويه ان هو مش ناوي يحضر الجلسه دي. ده طبعا مقدمه ان في احتمال ان الرسوم الجمركيه اللي فرضها ترامب اصلا تتشال. فطبعا الثلاث حاجات دول ادوا الى ان الذهب عكس من 4381 شغالين دلوقتي عند 3980. درس بس كده صغير: الناس اللي بتتعامل على الذهب غلط كاستثمار ادي اكبر دليل ان هو ما ينفعش كاستثمار، لان احنا من 20 اكتوبر والنهارده 4 نوفمبر يعني اسبوعين بالظبط. لو انت كنت جبت ذهب كان زمانك خسران 10%. دي نصيحه بقولها لكل حد: محدش يخش في الذهب على امل ان هو يشتري النهارده ويبيع كمان اسبوعين. اتعلم من الاسبوعين اللي فاتوا، نزلنا 10% من اسبوعين وممكن نطلع بعد كده 20% في شهر شهرين. الذهب مش للاستثمار، الذهب اسمه في الاقتصاد للتحوط من التضخم.